السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين بخير وعلى خير. مرحبا بكم جديد في قناتي سميرة هوم. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشارك معكم واحد العراضه كنت عملتها مؤخرا، قلت لي مالا نشاركها معكم. ولا بغيتوا تشوفوا المقادير والطريقه ديال الاطباق خليكم حتى لاخر فيديو. بالنسبه للاطباق فاستعملت الطبق الاول اللي هو شلاضه جردة ولا شلاضه رويال، والطبق الثاني اللي هو بسطيله بالحوت، والطبق الثالث اللي هو الحلا ولا الديسير. استعملت حلا الكؤوس. ولا بغيتو تشوفوا هادشي كامل خليكم حتى اخر الفيديو. بالنسبه لاول حاجه غادي نبداو بها اللي هو هاد الديسير اللي كتشوفوا فيه ديال الكؤوس. خليكم مع المقادير والطريقه. كما قلت لكم اول حاجه غادي نبداو بها هي الديسير ولا حلا الكؤوس ديال سبيكولاس اللي غنحتاجو. هاد السبيكولاس، هاد البسكوي، هذا السبيكولا سبيكولوس. مهم هذا غنحتاجو هاد الكخه ماشي كامله، يعني غنخلي منها شويه غادي نزين به، يعني غنخليه هيدا مكمول، والتباقي غادي نهرمشو ولا نطحنو، غادي نهرمشو صافي. وغنحتاج هاد كريم سائله ناطا، كريم شونتيي. عندي جوج ديال الكيخان 200 مليلتر في كل وحده. وعندي هنايا الجبن ديال ماسكاربوني 250 غرام فيها. وهاد الزبده هادي ولا هاد سبيكولاس باستا موجوده، حتى هادي دابا موجوده كاينه في المحلات، حتى هادي غادي نستعملها نزين بها صافي. دابا كما قلت لكم غادي نهرمش هاد السبيكولاس، هذا البسكويت، وغادي نطرب هاد الكريمه مع جبن ماسكاربون، وغادي نرجعوا وغادي نتلاقاو باش نكملوا التزيين كيفاش غادي نمونطيو داك الكؤوس. وحاجه اخرى ما ذكرتهاش، واحد المعلقه دايبه الزبده اللي غنخلط مع هاد البسكوي، غادي ندوبها حتى هي. خليكم معايا. من بعد ما طحنت داك البسكوي كما كتشوفوا، عملت مع واحد المعلقه د الزبده، وعملت في هاد الكويسات هادو كما كتشوفوا. عملت غير تقريبا النصف ولا الربع ديال الكاس وصافي. وخلطت كريم شونتي وماسكاربوني مع واحد المعلقه د السكر. غادي نعملها دابا الطبقه ديالهم كما كتشوفوا. بديت كنعمرهم، عملتهم بداك شي بحلواني. اها واخا بلاتي واحد الدقيقه، ما تعدليش نعمل شبره الكاميرا بواحد اليد وكنعدل بواحد اليد. المهم غنكمل هيدا حتى نساليهم. بعد ما عمرتهم كما كتشوفوا، يعني خليت شويه ودوبت هاد السبيكولاس هادو، يعني دوبت شويه. هادي كتكون قاصحه بزاف ودوبتها. داك غادي نجرب معكم وحده، نخليهم حتى تبرد شويه في النبيره. صافي وغادي نمشي بهذا البسكوي هذا نعملو هيدا، والاخرين غادي نستمر هيدا حتى نكمل كلشي. ودابا غادي نمروا للطبق الثاني اللي هو غيتقدم هو الاول، الشلاضه.
بالنسبه للشلاضه فغادي نشاركها معكم غير هيدا على السريع، مختصره وصافي باش ما يجيش الفيديو طويل. بالنسبه للشلاضه غادي نعمل شلاضه جارده عاديه، وغادي نحاول نزينها بشكل جميل. فبالنسبه لاول حاجه عندي هنا في بلاطو ديال التقديم عملته طويل، بلاطو طويل، وفرشت الخس كما كتشوفوا بعد ما غسلته ونشفته وفرشته. عندي الخس جوج الالوان. وبالنسبه خديت واحد اناناسه وقسمتها على جوج وخويت لها اللب ديالها. داك اللب طبعا قطعته مربعات حتى هو، زدت معاه واحد الخوخ المعلب، كذلك شويه ديال الجوز ولا الكركاع وشويه ديال الزبيب. صافي خلطته ولا غادي نعمر بهم داك الاناناس. بالنسبه للمقادير الاخرى فعندي الخضره سلقتها وحيدت على جنب. عندي الجزر والبطاطا واللوبيا الخضراء والباربه. الباربه صراحه شريتها جاهزه مسلوقه كتباع، ما سلقتهاش. كذلك عندي الارز اللي هو سلقته والمكرونيس الوان. بالنسبه لهاد الصوص هذه فالصوص عاديه، عملت فيها القزبر والمعدنوس مقطعين والليمون والخل والملحه وشويه ديال الابزار، هذه اللي غنخلط مع الخضار. بالنسبه للارز والمكرونيس فعملت معهم اتون ومايس، وغادي نعمل معهم هذا الصوص هذا كتباع جاهزه بحال مايونيز، وكذلك شويه ديال الزيت والخل والابزار. صافي من بعد هنا عمرت هذاك الاناناس اللي خويت، عمرتها بداك الحشوه اللي قلت لكم، وهنا الخضار. ومن بعد ما عملت لهم الصوص كما كتشوفوا، عملت لهم الصوص وغادي نحاول نستف يعني بشكل متساوي الخضار في البلاطو. اول حاجه غادي نعمل الارز، غادي نعملو في الوسط كما غادي تشوفوا دابا، وعاد غادي نستف الخضار كل حاجه في الصراحه اختصرت كما قلت لكم، ولكن باين يعني كل حاجه يعني سهله. عملت الارز في الوسط، عملته على شكل مربع، ودورت عليه اللوبيا الخضراء، وصافي الخضار الاخرى يعني حاولت نستفهم بشكل متساوي. وكذلك المكرونيس حتى هي عملتها كما كتشوفوا. بالنسبه للتزيين فانا عندي هنايا شديت ولا شبرت واحد لافوكا، قسمتها على جوج وخويتها ومعست هذاك اللب ديالها كذلك مع هذا الجبن هذا كيتباع هيدا جاهز، معاه فيه الثوم وفيه صراحه ما عرفتش شنو هذاك، المهم وخلطته معها مع شويه ديال الزيت شويه ديال الليمون شويه ديال الابزار، وخلطته معها كتجي ديك الحشوه مزيانه ولذيذه. كذلك عندي هنا السلامي مدور كما كتشوفوا، عملت له داك الشكل هذاك بالباليوس بالعواد ديال السنان وصافي. وعندي كذلك طوماط سوغيز، بديت كنزين هنايا طوماط سوغيز اللي عملتها في العويدات او باليوس. عاود قسمت طوماط سوغيز كانت عندي طويله، قسمتها على جوج وعملت الجبن في الوسط وصافي. وعندي كذلك الغامباس القمرون حتى هي مقليه مع شويه ديال الزيت، وصافي غادي نزين بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا الفيديو كيوضح. هذا سهل يعني شكل سهل. هذا هو الشكل النهائي من بعد ما زينته كما كتشوفوا. وصافي دابا غادي نمروا للطبق الثالث اللي هو البسطيله ولا الطبق الرئيسي. خليكم مع الفيديو. بالنسبه للبسطيله ديال الحوت فغادي نحتاج هنا عندي كما كتشوفوا الحوت، الجامبا ولا القمرون والكالامار عندي نص كيلو. بالحق هذا باقي غادي نحيد منه باش غادي نزين، يعني ما كاملاش نص كيلو. ونص كيلو ديال الكالامار. وهنايا عندي تقريبا كيلو ديال اي حوت فيلي. انا عندي هنا الميرلا
تقريبا كيلو ماشي كامل. المهم اي حوت بياض ما يكونش فيه الشوك. وغادي نحتاج 150 غرام ديال الشعريه الصينيه. هذه فيها 250. انا غادي نعمل غير 150 غرام، انا من غير 3. وعندي هنا واحد العلبه ديال الشامبينيون معلب. وبالنسبه للعطريه فغادي نحتاج هنا عندي شويه ديال الكيمون، شويه ديال اعشاب ديال الحوت، غير شويه ولا ما كانوش ماشي مشكل. عندي هنا واحد 3 دروس ديال الثوم محكوكين، وعندي شويه ديال الابزار، شويه ديال الثوم بودره، التحميره، سكينجبير، وشويه ديال العطريه ديال الكوري. دابا تفكرت السودانيه ما عملتهاش، حتى هي غادي نجيبها، ولا الهريسه. انا ما عنديش الهريسه، غادي نعمل السودانيه الحاره. وقزبر ومعدنوس مقطعين، 4 كاس ديال الليمون معصر، صلصه الصوجا، الملحه، اوراق سيدنا موسى، والزبده غادي نشحر فيها الحوت، الجامبا والقمرون والكالامار، وزيت الزيتون. صافي هادشي اللي غادي نحتاج. اول حاجه غادي نبدا بها هي غادي نعمل الشرموله. خليكم معايا. كما قلت لكم هنا عملت في واحد الاناء، عملت جميع التوابل اللي كانوا عندي، والسودانيه اللي ما كنتش نزلتها ها هي حتى هي غنزيدها معاهم. وباقي لي الملحه حتى هي غادي نعملها. غنعمل غير شويه حتى نذوق ونشوفوا. ونص 4 كاس حامضه ولا نصف حامضه معصره، و4 كاس ديال زيت الزيتون. هنا عبرته في هذا الكاس نيت. وصلصه الصوجا تقريبا 2 معالق. المهم غنعمل عيني ميزاني. صافي غنحرك هادشي كامل وغنتبل به الحوت هذا. غادي ندخلو الفران، غنتبلو بهاد التتبيله وندخلو الفران تقريبا واحد 10 دقائق ونحيدو. وهادو الحوت غادي نصوتيهم في شويه ديال الزبده واوراق سيدنا موسى. غنصوتي كل حاجه بوحدها. والشعريه الصينيه غادي نعملها في الماء سخون. وحتى الشامبينيون غادي نصوتيه شويه مع العطريه مع هاد الشرموله اللي عملنا. المهم غادي نحرك كلشي. وغادي نهز شويه، غادي نعملو من هاد الحوت هذا غادي نشرملو به. ها هو الحوت من بعد ما شرملتو كامل. دابا غادي ندخلو الفران، عندي فران سخون، وغادي نرجعو نكملو التباقي. هنا في مقله سخونه عملت معلقه الزبده، عملت القمرون، واحد ورق سيدنا موسى، شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار. وغادي نعملو واحد الطغيه واحد 3 دقائق وغادي نحيدو. ما نطيبهمش بزاف، ما كيحتاجوش. كما كتشوفوا صافي حيدت القمرون، عملتهم في هذا الطبسيل هذا دغيا تشحروا. ودابا في نفس المقله عملت واحد معلقه الزبده عفوا الزبده اخرى، معلقه الزبده. وغادي نعمل فيها الكالامار حتى هو مع ورق سيدنا موسى. غادي نعمل الكالامار اللي عندي. حتى هو دغيا 5 دقائق وغنحيدو ولا 3 دقائق دغيا باش ما نطولوش الطياب ديالو باش ما يقصحش معنا. من نقطه ديال الزيت ونقطه ديال الملح. وتبقى عاد غنعملو ديك الشرموله اللي كما كتشوفوا. حتى الشعريه الصينيه عملتها في الماء طايب باش ترطب.
صافي من بعد ما حيت الكالامار، هذا الشامبينيون رجعته حتى هو في ديك المقله. الشامبينيون انا طايب يعني كان معلب، غير يعني شحرته شويه مع داك الاقامه حتى واحد 2 معالق ديال ديك الشرموله. صافي حتى هو واحد 2 دقائق صافي، غير ندخلوا داك الاقامه وغادي نحيدو. بالنسبه للكالامار والكروفيت من بعد ما حيدتهم ضفت لهم هاد الشرموله هادو 2 معالق وخلطتهم مزيان. دابا كيبان واضح كما كتشوفوا. صافي دابا غادي نحيد الشامبينيون والحوت ديال الفران عندي قريب يوجد. وصافي الشعريه الصينيه كتقطر. صافي غادي نتلاقاو باش نشوفوا من بعد المرحله اللي نجا. صافي ومن بعد ما حيت الشامبينيون في نفس المقله رجعت الشعريه الصينيه من بعد ما رطبتها في الماء. من بعد ما رطبتها في الماء وصافي عملت لها داك الاقامه اللي بقات ولا داك الشرموله باقي هنا شويه. صافي وغادي نحيدها حتى هي. وبالنسبه للحوت اللي عملت في الفران فهو خرجته النص، غادي فرتته غادي نعملو مع هاد نخلطو مع الشعريه الصينيه كاملين، نخلطو مع بعضياتهم. والتباقي غادي نخليه بوحدو باش نعملو من الفوق في الحشوه ملي نكون كنعمر البسطيله ديالي. صافي كنظن يعني ساليت كلشي تقريبا، يعني غنخليها دابا غير تبرد ونمونطي ونقيس طبعا نشوف الملحه والحار واش كلشي هو هذاك، وإلا كان خص طبعا غادي نزيد. صافي نتلاقاو دابا منين مونطي البسطيله. ودابا كما كتشوفوا غادي نبداو نمونطيو في البسطيله ديالنا. هذه هي الحشوه من بعد ما بردت تماما كما كتشوفوا. وهذا الفيلي الحوت الفيلي اللي خليت شويه، يعني شويه عملته في الحشوه وشويه خليته باش نعملو هو الاخير. صافي والورقه البسطيله انا استعملت ورقه الفيلو كتجي غزاله في البسطيله. وعندي هنايا شويه الزبده دايبه مع شويه الزيت. صافي بالنسبه للورقات فطلقت هنا تقريبا 8 الورقات، يعني مشيت وحده. عندي هنا الصينيه طويله بالحق غادي نعملها على شكل دائري وغادي نبدا عملت 6 الورقات، يعني دورت كامله الورقه تقريبا 8 الورقات هنا. وصافي وغادي غادي نرش عليها شويه ديال الزبده. كنفتش على كنقلب على الشيته ما عرفت فين مشات لي، مع انني نزلتها. صافي وغادي نعمل الحشوه في الوسط. انا عملت الحشوه كامله ودابا غادي نعمل هذا الحوت هذا من الفوق. ننزلوا الطروفات هايله من الفوق، نحاول نفتحو شويه. صافي غنستمر هيدا حتى نساليه كامل. هذه هي البسطيله من بعد ما لمطتها كما كيقولوا. سمحوا لي ما وريتلكمش كيفاش كنلمطها حيت ما جبرت كيف نعمل، تخسر اولا تهرس لي العود اللي كننزل عليه الكاميرا ولا التليفون. صراحه ما لقيت كيف نعمل، غير سمحوا لي وصافي. بالحق طريقه سهله كنبقاو نلمطوا فيها وكنحاولوا مع هاد الورقه حيت الصراحه دغيا كتقطع. وخصنا نخدموها بالزربه هاد الورقه، يعني دغيا باش كل ما ضرب فيها الريح كتقسح صافي كتقطع. لهذا خصنا نخدموها دغيا بالزربه. داكشي اللي عملت انا دغيا خدمتها والحمد لله جاتني مزيان ما تقطعتش. ها انا داك الورق اللي وريت لكم هما اللي عملت، زدت واحده صافي الفوقي كما كتشوفوا دهنتها مزيان من الفوق. وصافي وغندخلها للفران يكون سخون مزيان، ماشي سخون بزاف باش ما تحرقناش، باش ما تحمرش الورقه من الفوق وتبقى لداخل ماشي محمره، يعني تكون متوسطه. وإلا شفناها تحمرت دغيا من الفوقي غادي نعملوا عليها شي حاجه شي كاغي بحال هذا باش ما تزيدش تحمر، باش تطيب مزيان من داخل.